السلام عليكم، أنا هدى عبد الحليم ودي قناتي على اليوتيوب. لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم إشعار بأي وصفة أنا بنزلها. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة حلوة قوي. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الرواني. زي ما انتم شايفين الشكل حلو قوي، هنزين بشكل جديد مش زي الطرق التقليدية والحاجات البسيطة دي. لا، انا هعمل شكل حلو قوي النهاردة بإذن الله هيعجبكم، والطعم كمان هيعجبكم. يعني اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوها بإذن الله هتعجبكم. هنحط هنا هنعمل الشربات. هحط كوباية ونص من السكر. انتوا ممكن تقللوا برضو معاها برضو كوباية ونص من المية ونقلب. ممكن تقللوا الشربات تعملوا كوباية بس حسب رغبتكم بقى. هقلب كده. حطيت الحلة على نار هادية. هقلب كده لغاية ما السكر يبدأ يدوب. حطيت رشة فانيليا وعصرة نص ليمونة وهقلب برضو كويس كده. اول ما تبدأ تغلي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو السكر ده، اول ما تبدأ تغلي هنشيلها من على النار. معايا هنا في بولة 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا هنا كوباية من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا. بالمضرب كده هقلب كويس لغاية ما السكر يبدأ يدوب اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لغاية ما السكر يبدأ يدوب معاكم كده. وهنشوف دلوقتي ياخد لون حلو قوي زي اللون ده كده والسكر يدوب ما شاء الله زي ما انتوا شايفين حلو قوي. هحط هنا كوباية من اللبن، ممكن تستبدلوها بكوباية من الزبادي هيبقى افضل طبعا، بس ده المتوفر عندي. عليها نص كوباية من الزيت، زيت نباتي، زيت عباد الشمس المتوفر عندكم. المهم قلبتها تقليبة بسيطة كده. هنا كوباية نص كوباية من جوز الهند المطحون، عليها كوباية من السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وهنقلبهم كويس كده اهو لغاية ما المكونات تختفي كده، تختلط يعني. معايا هنا كوباية من الدقيق هننخلها. رشة ملح بسيطة كده، معلقتين من البيكنج باودر. هقلبهم كويس كده لغاية ما المكونات تبدأ تختفي اهو. نقلب كده نجيب من فوق لتحت من تحت كده برضو من الجوانب اهو. ما شاء الله الخليط حلو قوي يا جماعة. الخليط ده بيبقى تقيل كده، بتاع الكيكة دي بتبقى تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 من فوق وتحت طبعا. واول ما تبدأ تطلع كده ممكن تهدوا درجة الحرارة تخلوها 180 كده او 170. هدهن الصينية دهن الزيت كده. انتوا ممكن تعملوا في اي صينية طبعا، دي صينية التشيز كيك انا هعمل فيها. هدهنها دهنة بسيطة كده من الزيت. انا بصراحة قلت احط ورق زبدة علشان لما اجي اسقيها ما تخرش. هنزل الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هسويها كده وهديها خبطتين كده علشان بحيث لو فيها اي فراغات ما تبقاش موجودة يعني. خبطتين كده عشان لو فيها برضو هوا تطلعه. هي طلعت من الفرن ايه ما شاء الله حلوة قوي. حصل بس حاجة بسيطة كده، غلطة بسيطة كده يعني. هسقيها بقى بالشربات. لازم بصوا يا جماعة ان الكيكة تكون لسه طالعة من الفرن، انما الشربات ساقعة عادي مفيش اي مشاكل. انتوا لو مش حابين تحطوا الشربات كلها ممكن تحطوا نص الكمية، براحتكم طبعا على حسب رغبتكم انتوا. معايا هنا رمان. انا قلبت الكيكة كده، دي وردة كده شلتها. انا قلبت الكيك، حطيت الرمان في النص كده. وده فستق مطحون مطحون بس مش ناعم قوي. هلفه كده حوالين الرمان دائرة كده يعني حواليه كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هحط رشة كده من جوز الهند حلوة قوي في النص كده على الرمان كده وعلى الاطراف اللي بتاع الكيكة كده.
ما شاء الله يا جماعة، شكلها حلو قوي ما شاء الله، الشكل بدأ يبان من دلوقتي. انا بيتهيألي كده كفاية جوز هند، رشة بسيطة كده وكفاية بقى. خلاص، انا قلت ازين بالورد اللي هو بتاع الياسمين ده، حلو قوي والشكل ما شاء الله والريحة يعني حلوة قوي. قلت احط دائرة كده، اعمل دائرة كده بيه، شكله حلو قوي. انتوا لو مش حابين الخطوة دي طبعا مش لازم تعملوها، انتوا ممكن تكتفوا بالرمان وجوز الهند والفستق. طبعا لو عايزين تشيلوا حاجة برضو من الحاجات دي ممكن تحطوا برضو جوز هند بس المتوفر عندكم طبعا. اهو عملت دائرة كده بالياسمين، حلو قوي يا جماعة، الشكل لوحده ما شاء الله يعني ملوكي والله. انا مكنتش حابة احط اللي في النص دول، بس لقيتهم شكلهم حلوين، اللي هما الورقتين الخضر دول شكلهم حلوين، ووردة من بتاع الياسمين دي في النص، وحطيت على الاطراف الورد اللي هو بتاع الياسمين ده. حلوة قوي يا جماعة ما شاء الله، حلوة قوي. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفة وتصوروها وتبعتولي، وبإذن الله تعجبكم. انا هدى عبد الحليم ودي قناتي على اليوتيوب. اتمنى من كل قلبي اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير.